أنا مدمنة وإنت مدمن، كلنا مدمنين على السعادة. سعادة يا ست اللي انت بتتكلمي فيها دي في الأيام المهببة دي؟ انت والله مدمن وأنا متأكدة، واسم الصنف دوبامين. حضرتك وحضرتك مدمنين دوبامين زي بالظبط، بس المشكلة ان انت مش عارف. عندك كل الأعراض الخطيرة اللي بتقولك ان انت مدمن دوبامين، بس انت مش عارف. فمبدئيا كده احب اعرفك على الدوبامين اللي انت مدمنه وانت مش دريان. الدوبامين هو مادة كيميائية بتفرز في المخ وتخليك تشعر بالسعادة والراحة المؤقتة، وانت دايما محتاج الكمية المناسبة من الدوبامين لانه مهم جدا لجسمك وعقلك. والدوبامين ده بيرتبط داخل دماغنا بالتحفيز والمكافأة اللي بنتوقع ان احنا نحصل عليها من افعالنا. طب ازاي؟ ببساطة دماغك بتفرز الدوبامين اللي بيديك السعادة لما بتحس ان انت هتحصل على مكافأة من اي فعل، وكل ما تزيد المكافأة عن المتوقع بيزيد مستوى الدوبامين اللي مخك بيفرزه، وبالتالي بيقل إفراز الدوبامين لما تقل المكافأة عن اللي انت توقعته. طب ما يقل الدوبامين ويعني؟ لا استنى، مستويات الدوبامين لما بتقل بيديك مشاعر سيئة تشبه شعور شديد بالألم، شعور شبيه بأنك لما تفضل تستنى المرتب ينزل يوم 1 في الشهر وتتخيل انت هتقعد تعمل ايه بالفلوس دي وترتب حياتك عليها، وبعد كده تروح على المكنة تلاقي القبض منزلش. عارفين الإحساس ده؟ هو ده بقى الدوبامين لما بيقل، وعلماء الأعصاب بيسموا الحالة دي خطأ توقع المكافأة. هتقولي طب فين المشكلة؟ أنا ماليش دعوة اهو، دي حاجة خارجة عن إرادتي. لا، انت بدون وعي بتلعب في مستويات الدوبامين اللي بتتفرز. ببساطة عارفين الشعور الملازم للأجيال الصغيرة بالزهق دايما؟ عندهم كل حاجة وزهقانين، عندهم مئات الأضعاف من مسببات السعادة اللي ما كانتش موجودة عند جيل التسعينات والثمانينات وما قبل. يعني مثلا أطفال وشباب جيل الثمانينات كانوا ممكن يستنوا أسبوع كامل علشان يتبسطوا في خروجة يوم جمعة أو تجمع عائلي ببيت جدهم أو جدتهم، وده كان بالنسبة لهم قمة السعادة. ولكن دلوقتي الدوبامين شغال عمال على بطال، في محفزات كتير للسعادة حتى ولو كانت مؤقتة ويمكن وهمية بشكل يومي ايه ده، على مدار الساعة كمان، لأن الدوبامين هو المسؤول الأول عن إعادك على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا القدر وللساعات الطويلة دي وانت مش دريان. بوست ورا بوست، صورة ورا صورة، فيديو ورا فيديو، مع كل بداية بوست بتقراه وفيديو بتفتحه في دوبامين بيتفرز وبيديك شعور بالسعادة، لأنك هتعرف الراجل قشر البرتقانة السحرية دي ازاي بالشنيور، وانت هتعرفي سر جمال الممثلة اللي أول مرة تقوله، وناهيك عن فيديوهات غسل السجاجيد. وده بيفسر سبب الغضب والضيق الشديد اللي بتشعر بيه لو الفيديو خلص وما حصلتش على المعلومة أو الحاجة اللي انت عايزها أو الحاجة اللي حفزتك على مشاهدة الفيديو لدرجة انك تعتقد ان في حاجة غلط وتعيد مشاهدة الفيديو تاني. طب لاحظتوا الفيديوهات اللي تبان غامضة قوي في أولها فتكملها عشان تعرف فيه ايه التجربة العجيبة دي، أو ايه المكان الغريب ده، أو ايه اللي هيحصل في الموقف الغريب ده، والفيديو ينتهي من غير ما تفهم حاجة فتعتقد ان في حاجة فاتتك فتعيده تاني ويمكن تالت علشان الدوبامين هنا اتفرز وبقى عندك حافز وضرورة ملحة تعرف سر الفيديو ده. ولكن النتيجة ألم وغيظ وغضب لأنك عرفت إن صاحب الفيديو ده خدعك عشان تتفرج على الفيديو أكتر من مرة وإنت مفهمتش إنت غضبان ليه. إنت غضبان عشان مستويات الدوبامين عندك قلت، والنتيجة إنك ضيعت وقتك، لعبت في كيمياء جسمك. طب بتسكت على كده؟ لا، بتروح لفيديو تاني وتالت ورابع وتشعر مرات بالسعادة ومرات بالألم حسب اللي حصلت عليه من الفيديو. مع التحفيز الطويل المفرط لمستقبلات الدوبامين في الواقع بتضرك وبتأثر بالسلب على قدرتك في الانتباه والتركيز وتنتهي بالإدمان. حواليا في كل مكان بشوف ناس بتقدر تقعد بالساعات على الفيديوهات القصيرة تحديدا على جميع المنصات، ومش هنكر انا ساعات بعمل كده، بس لما بنتبه بوقف، يعني اغلب الفيديوهات دي عباره عن تراش او حاجه مش مفيده بالمره. كل ما في الامر انها هتقعد تحفز الدوبامين على الفاضي وعلى المليان دون ادنى استفاده، وفي النهايه كمان بتفقدك القدره على الحصول على السعاده بطريقه طبيعيه بدون التكنولوجيا في كل حاجه في الحياه. في الواقع انت بقيت مدمن على كميه الدوبامين اللي انت بتاخدها في اليوم من الديلر بتاعك، وهو الموبايل اللي في ايدك باستمرار وبيوفر لك الجرعات اللي انت عايزها عن طريق الابات او التطبيقات اللي بتوريك العالم بطريقة مبهرة لدفعك للاستمرار في محاولة الحصول على سعادة اكبر، فبالتالي هتستهلك محتوى اكتر، وده بيعمل خلل في دماغك وفي جسمك وبيؤدي في احيان كتير للاكتئاب، لان رفع مستويات الدوبامين بشدة علشان تحس بالسعادة هيدفعك بالنهاية لاقصى درجات الالم بمجرد انتهاء تأثيره. في النهاية بعد ما بتقعد تتفرج على 20 و30 و40 و50 فيديو عن السياحة في بالي، جمال جزر المالديف، أرخص رحلات فرنسا، وتفرز دوبامين بالهبل
وفي الآخر ترجع لأرض الواقع تلاقي نفسك ما عندكش المقدرة للحصول على الحاجات دي، فينخفض مستوى الدوبامين بشدة لدرجة الألم. إدمان الدوبامين أخطر من التدخين لأنه بيلهيك وبيشتت انتباهك وبيسيبك في النهاية وانت عندك شعور بعدم الرضا عن حياتك، وساعات النهاية بتبقى أسوأ. الدوبامين هو اللي بيخليك تجيب عربية مش من إمكانياتك وتدفع عليها أقساط ضخمة. الدوبامين هو اللي بيخليك تشتري حاجات انت بتقدرش تتحمل تكلفتها وانت مبسوط. الدوبامين بيبقى في أعلى مستوياته أثناء عملية البحث عن عربية أحلامك وبيت عمرك والفستان المميز اللي هتحضري بيه مناسبة مميزة وعلبة المكياج اللي من ماركة عالمية. وانت بتتصفح الانترنت وبتدور على اللي انت عايزه بتبقى سعيد طوال عملية ما قبل الشراء، وبالنهاية بتجيب حاجات أكتر بكتير من مقدرتك، وبمجرد حصولك عليها أو إنك تدوس زرار الشحن خلاص الدوبامين بيبطل يفرز، بالعكس هينزل لأقل مستوى ويسبب لك الألم وانت بتفكر في الأقساط اللي على العربية والجمعية اللي انت صرفتيها كلها على اللبس والمكياج اللي اشتريتيه اونلاين. إدمان الدوبامين ممكن يسيب لك ديون متلتلة وندم وألم، وده بيحصل مع ستات ورجاله كتير. الشراء اونلاين بقى ادمان لان احساسك وانت قاعد بتدور على حاجه انت عايزها وبتجيلك بمجرد ضغطه زرار بيحفزك ويخلي عمليه الشراء سهله فتشتري تاني وتالت ورابع. الموضوع مغري، هيخليك تجيب حتى حاجات انت مش محتاجها عشان يمكن في النهايه تاخد فري شيبينج. بتشتري حاجات انت مش عايزها عشان تاخد شحن مجاني وبتبقى مبسوط. والغريب انك اول ما بتحصل على الحاجات دي وتبقى في ايدك الدوبامين بينزل ويسبب لك الم نفسي والم في جيوبك. طب في حل؟ طبعا، انك تحصل على الدوبامين بشكل متوازن لانه مفيد. كون واعي، قلل الجرعه، ركز في الحاضر، تفاعل مع الواقع. رقم 1 كون واعي. انت دلوقتي اتفرجت على الفيديو ده وعرفت اللي بيحصل لك على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشراء اونلاين، يبقى خليك واعي لكل مره وانت بتستخدمهم، راقب تصرفاتك واقطع عليهم الطريق. رقم 2 قلل الجرعه. انت بقيت واعي دلوقتي ان انت بتتعرض للالهاء، قلل الجرعه من اي حاجه شايف انها بتلهيك وبتضيع تركيزك على الفاضي. رقم 3 ركز في الحاضر. كل التطبيقات اللي بتتعمد الهائك بتتكلم عن المستقبل والمنتجات اللي انت المفروض تقتنيها في المستقبل وبتخليك باصص لقدام، باصص على كل المزايا اللي بيوروها لك ونفسك تحصل عليها في المستقبل، فبالنهايه بتنسى الحاضر. لا، ركز على الحاضر، استمتع بيه، اشتغل على نفسك، ساعتها هتوصل للمستقبل اللي انت عاوزه او اللي هما بيوروهولك. الفرق ان انت لو ملهي بمغريات المستقبل مش هتوصل له، الحاضر هو اللي بيوصلك للمستقبل اللي انت عاوزه. رقم 4 تفاعل مع الواقع. اربط سعادتك بالواقع لانها سعاده طويله الامد مش مجرد جرعه سريعه المفعول قصيره المدى. في النهايه افتكر دايما ان السعاده الحقيقيه في الحاجات اللي بتديك سعاده لوقت طويل، السعاده المستمره بثبات وبشكل صحي، مش سعاده لحظيه تافهه تستهلك اعصابك ووقتك وصحتك على الفاضي. وبنهايه الفيديو زي ما دايما بقول لكم اتمنى لكم كل السعاده بالعقل. ادينا قلنا يومكم سعيد.